في الجزائر ان شاء الله. راهم داخلين اليوم الحمله الانتخابيه، احنا ما خاطينا الحمله الانتخابيه، ما عندنا حتى علاقه. نتمنوا التوفيق لاي واحد ان شاء الله. ان شاء الله احنا واش نقولوا حاجه، اللي عنده نيه باه يخدم البلاد ربي ان شاء الله ينجحه ويوفقه، واللي عنده نيه باه يضر البلاد والعباد الله لا يلاحقه ان شاء الله. هذا ما كان. خلاص نبداو خدمه، نبداو العمل باه ما نضيعوش الوقت. اليوم خواص ما قاليش راك ما كيتكلم، ما نعرف عليه خاف بالك. الحدث اللي راه دار ضجه هذه اليومين هي القضيه تاع قسنطينه والاحتفالات والحفله والثقافه. وراك على بالكم بمناسبه اول نوفمبر ديوان الثقافه والاعلام نظم واحد الحفله في قسنطينه. تحيه لخوتنا في قسنطينه، ارض بلاد العلم، الجسور المعلقه، بلاد الطيبه، بلاد الكرم، بلاد النيف، بلاد العلم، يعني اللهم صل على النبي، نفتخروا بها. ودرنا زياره قسنطينه هذه اليومين، وراح ان شاء الله يوم الثلاثاء ان شاء الله راح ندير لكم ملف على قسنطينه بمناسبه اول نوفمبر المهم القضيه اللي تاع الحفله، قضيه تاع الحفله هي في الحقيقه الحفله هذه اول نوفمبر يا جماعه الخير ما هو تاع حتى واحد. نوفمبر تاع الجميع، تاع كاع الجزائر، تاع امه الجزائر كاع. نسالوا به كاع اول نوفمبر، الثوره نسالوا بها كاع، الجزائر نسالوا بها كاع، ونضحوا عليها كاع. هذا هو الحيه المشتركه اللي تلمنا، كل واحد الله يسهل عليه، واحد ياكل العدس، واحد ياكل البيفتيك، واحد ياكل الروجي، واحد الميرلو، واحد ياكل البصل، واحد ما ياكلش، كل واحد ربي واش يعطينه. ولكن الجزائر لينا كاع. لما تكون حاجه تقيس الجزائر وتاريخ الجزائر وشرف الجزائر كاع نكونوا يد واحده وقلب واحد. قضيه تاع الاحتفالات اول نوفمبر كاين واحد الغلطه هي في الحقيقه دقيقه، نقولوا احنا غلطه صرات، ولكن بفضل ربي سبحانه عز وجل والهبه اللي هبوا ابناء الجزائر الغياره على الجزائر، ناس قسنطينه وناس الجزائر كاع من الشرق للغرب، وصلحوا الخطا. على بالك من الحفله هذه كانوا راح يحضروا فيها بلا ما نقول لكم. السيد الوزير ميهوبي تدخل، نحيوه، هاو التدخل تاعو نحيوه، ونحيو والي قسنطينه، والي قسنطينه ثاني نحيوه، ونحيو شعب وابناء قسنطينه. اعطيني لي خواص. يمكن أن تحدث، ولكن نأمل إن شاء الله أن يكون الحرص أكبر مستقبلا في أن تكون البرمجة مدروسة بعناية، ما يكونوش هذه الأشكال هذا، وهذا عندهم مكانهم وعندهم أشياء. أكيد. أنا نطرح لك سؤال نقول لك ربما مثل هذه الأشكال، مثل هذا المغنيين هذوما عندهم مكانهم، اللي يحب يقصدهم في هذاك المكان يروح لهم تماما. ولكن باش يروح العائلة الجزائرية هذا شيء لا هذه متفقين عليها، متفقين وتفهموا الناس. ولما يعني بلغ الناس أنه تمت البرمجة استعاد الناس يعني حقهم في أن يكونوا حاضرين إن شاء الله في الحفل اللي يمثلوه عدد من الشباب في قسنطينة وبعض المدن القريبة. حتى نجنبوا مثل هذه الأشياء. إذا هو قال هذا المطربين يحبوهم الشباب، إذا نعملوا لهم هذه، ما درسوش خلفية. لما جاءت ردود الفعل وغضب الناس ولم تعجبهم هذه، وخاصة في مدينة مثل قسنطينة وهذه، فطبيعي كان رد الفعل سريع. شخصيا أنا اتصلت بمدير الديوان في المنتركي، قلت له وش هذا؟ قال لي ما انتبهناش، ولكن يعني سنعيد النظر في القائمة. قلت له هذا أمر طبيعي، يعني مشاعر الناس وجلال وقيمة وعظمة هذا اليوم التاريخي الكبير يجب أننا ننظر إليه بجدية وألا نبرمج أي شيء مثل هذا. وبالتالي تمت مراجعة القائمة، ونلتمس طبعا من كل من يعني مست مشاعرهم، نلتمس منهم التفهم، وأن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث. هذه هي الوزير ميهوبي هدر ووفى، وراكم فهمتوا تدارك الخطأ. واحنا كنا دائما اللي يدير حاجة زينة ويصلح الأخطاء ويتحرك نطلعوه، واللي يدير حاجة معوجة نهبطوه. اليوم راح نطلعوا الوزير ميهوبي طالع، زيد واحدة. والوالي تاع قسنطينة طالع، الوالي تاع قسنطينة طالع، زيد واحدة. ونزيد لكم حاجة، بلال كباش ثاني طالع، زيد واحدة. بلال لأنه جاب الوزير وسماه بين لنا الحي. هيا هات لك الخواص.